كوتش اللايف كوتش. اللايف كوتش يعني في العلاقات الاجتماعيه طبيعه الحال، وكاين حتى في العمل ولا في تحديد الاهداف. وحتى اللي عنده مثلا مشاكل في الماضي ديالو، عنده نقص في العاطفه سواء من الاب ولا الام. يعني هاد ولا لا وقعت له شي تجارب يعني في الصغر ديالو ما عرفهاش، وقع التحرش، وقع بزاف د الحوايج. تنحاولوا نرجعوا يعني للماضي ديالو، تنخرجوا داك الحدث الاليم اللي وقع عليه، وتيرجع ما تيبقاش يفكر فيه بطريقه. يعني انا كاين مجموعه ديال الطرق يعني في هاد باختصار. انا بعدا باختصار. كندير لك باش نعرف لكم واحد العصيره في خاطر ما عرفتش. انا كنتفرج في الكورس تاعي باش كنستافد منه داك الشيء اللي حتى كيدير اللي مع الناس اللي كيطلعوا معاه ولا حتى كيكون كيهضر في الموضوع. وداك الشيء اللي كنتعلم عنده كنطبقو في الخدمه عندي. ما كتجينيش حاجه في القصه ولا كنطبقو. مثلا اليوم وحده كانت تهضر لي على كاين عندها العنف مع الزوج ديالها اللفظي والضرب. الجسدي. اييه. وانا نقول لها قلت لها واش نسيه ما الا كذا فيك انت واش نسيه في داركم الضرب كان كيضرب امك. قالت لي رجعتي لها عرفتي قالت لي والله قلت لها عرفتيها كاينه انت في المانيا واش عرفتي على راجل في المانيا وزوجتي به في المانيا وكيضربك في المانيا ومشيتي ديكلاريتي به صافي انت مولفه بالعنف في داركم. يعني انت كيجيك صح. الراجل الا ما ضربش مرته راه ماشي راجل. دابا انت راكي الراجل عندك هو العنف. برافو عليك، والله الا دابا تعلمتي الدرس سمية. والله الا برافو، مجتهده. ولا كنفس كلمه كتنفس الاستاذ. برافو عليك. لا، هو تحليل منطقي. هو تحليل منطقي. غالبا احنا ملي تنكونوا عايشين في واحد الطفوله ديالنا ما تكونش زوينه، غالبا تنطيحوا في تنطيحوا في داك الناس اللي ما بغيناش نطيح العكس ديالنا. مثلا طاحت في واحد باها صعيب، تجيب غير داك الراجل اللي صعيب. بحال يعني الخوف ديالك هو تجيبيه للواقع ديالك. بحال وحده البارح اتصلت بي كانت في الشركه عندي. عرفتي هاد الدراري البروفيل ما تابعتش معاهم ومشات ولا رجعت عاوتاني بغيت نعاود نشارك في ديك السيمينه اللي عطات لي الدراري البارح. هذيك السيده وبدات كتشكى قالت لي سميه انا كنت ساكنه معاك من قبل ولكن بحال الله كيديرني علي فيهم الساره ويقول لي كتبغي التصويره ودير معايا اطفي الفيديو ديالي. وراه المشكل راه ماشي فيهم، راه المشكل فيك انت. صحيح. قالت لي كيفاش فيا؟ قلت لها سميه كتجبدي غير هذيك طاقتك كتجبدك انا من النوعيه. جميل. علاش شفتي دابا داك الراجل اللي تيهضر معاك بداك الطريقه وداك الاسلوب وطلب منك هذا الطلب، علاش عطينا وحده اخرى وتزوج بها وبلا ما يطلب منها هذا الطلب؟ قالت لي علاش؟ كحيت هي فارضه الشخصيه ديالها وفارضه الاحترام ديالها، هو مشى معاها بداك الطريقه. كان كيهضر معاك بالمويوعه بالطريقه السهله راه داز. برافو عليك. لان هنا سميه علاش؟ لان كاين بزاف ديال النساء ولا حتى الرجال، يعني هاد المساله راه ما تنفرقش بيناتهم، ما تيعرفوش يحطوا الحدود في العلاقه. يعني ما تيعرفوش يحطوا الحدود الحمراء. اي علاقه مراه حتى انت مع راجلك راه خاصك تحطي الحدود ديالو. الا شتي تجاوز واحد المنطقه اللي بالنسبه لك تتولي فيها الاهانه، الا ما حطيتيهاش غيتجاوزها المره الاولى، يتزوجها المره الثانيه، من بعد غيولي انه ما تعتبرهاش نهائيا ان عندك حدود. يعني انه هو داك الشيء اللي غيديرو مقبول منك. وهذا النوع كتلقى ما كيحط حدود مع حتى واحد، لا في الخدمه لا في القرايه اكيد. لا مع الجيران لا مع لي كوليغ لا مع لي زامي ديال دربهم لا مع راجلها لا مع ولادها. يعني راه متاحه. اللي بغى كتقول بحال اللي بغى يدير حاجه يديرها صوت راجل وخمره. يعني هذا هذا تشوف سميه. عهدي كنقول لها هذاك عهدي عهدي راه بعقلو لا، لا بالعكس، ماشي اللي هبيل. هو اننا ملي ما تنعطيوش الحدود لراسنا، اول حاجه ما تنحبوش الذات ديالنا. حنا ما تنحبوهاش. النهار اللي غتبغي تحبي الذات ديالك ما حتى شي واحد ما غيقدر يعني يتجاوز الحدود معك. علاش؟ لانك تتبغي الذات ديالك وما ترضيش بالاهانه. وهذا الشيء فوقاش من جاي من الصغر ديالنا. ملي تيكون واحد الطفل ربيناه على العطاء باش اخذ شي حاجه، يعني تنعطيه شويه ديال الاهتمام ولكن خصو يعطي. تيولي هذا الطفل خدام خصو يخدم، ولا هذه البنت خصها تضرب الجفاف عاد امها ترضي عليها، ولا خاص هذا الولد يقرا مزيان عاد باه يفتخر به. هاد الاطفال هادو شنو تيوقع لهم؟ تيوقع لهم انه خاصو دائما مسكين يعطي 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 باش ياخذ شويه ديال الحب، وفي اخر المطاف ما تياخذوش.
هاد تيبقى مسلكو ملي تيكون باقي صغير، ولكن ملي تيوصل لواحد المرحله الكبر تيولي تيطبقها حتى مع المراه ديالو ولا ولا المراه مع راجلها. تتبقى مسكينه هي اللي تتعطي، هي اللي تدير، وهذاك خيي والله ما مسوق ليها ولا معتبرها. علاش؟ لانهم انا حاسس به كيولي داك الشيء كيما كنبغيو نديرو نافله كيولي سنه مؤكده. برافو عليك. يعني بهذه الطريقه هذه النهار اللي ما غتعطيش غيقول لك انت اللي ماشي مزيانه، انت اللي تبدلتي، وتتولي انت هي بنت الحرام وانت هي علاش طلقتي. ياك سميه؟ هذه هي اللي كاين. يعني بهاد الافكار هذه لا، لانكم نتوما عطيتوا وما عطيتوش الحدود ديالكم. لان كاين ممكن نعطي شي حاجه ولكن بدون شرط. هذا الانسان هذا ما تيعنيش عنده الحق يدير فيا اللي بغا، ولا يكون راجلي ولا يكون خويا ولا تكون الوالده ديالي ولا تكون الوالد ديالي. دائما خاص تعطي الحدود لراسك، هذا احتراما لك وانك تحبي الذات ديالك. هنا تجي الشخصيه وتجي الكاريزما. راه ما تجيش الكاريزما بالدل انك ديما حاني راسك ولا الراجل ديما حاني راسو. بهذه الطريقه هذه راه ما عندكش شخصيه. حتى ذاك الانسان يقدر يدير اي حاجه بلا ما يتشاور معك، يمشي لشي بلاصه ما يسوقلكش وانت تتحرقي في الدار. انت في الدار جالسه يعني راه كل انسان داك الطاقه العلميه تجبد ليه داك الموافقين ديالها. هذا كنشوف الله اعلم. هذه هي هكا كما تتشوفي راسك. الطاقه اللي عندك هي اللي تتصدري للطرف الاخر، هي المرآة ديالك. بان انا مثلا انا كنقلب على نزيد البدان معرفه الربح. راه خصني نعرف الناس اللي عندهم نفس هاد الاهداف هما اللي خصني نجبد لعندي نتعرف عليهم، واخا ما يعطوني والو، ولكن على الاقل ديك الطاقه ديالهم مع الطاقه ديالي غادي واحد اكيد. فهمتي؟ دابا كنبغي نتفرج مثلا، انا كنبغي ندخل السوشيال ميديا نتفرج مثلا في التيك مثالي، بغا نتفرج شي واحد اللي كيبكي ولا شي واحد كيعاود ناقص حياته ولا شي واحد كنمشي نقلب على الناس مثلا بحال انت استاذ عادي يعطيك بحال الله يفرج الخير اللي عندك، لكن كيدير بحال هو كوتش مثلا نمشي نتفرج في قصه في المجتمع ديالنا راه ناقلينها للقنوات الكبار باش نستافد منها، اللي غيجيبوا الحقائق ماشي غيعاودوا لنا خروطو. برافو عليك. لان راه هنا الاختيارات فين تختلف. مثلا انا ملي تنمشي لواحد، انا النفسيه ديالي مدمره، النفسيه ديالي فيها مشاكل، فين تنمشي داك اللايفات اللي فيهم الدموع وفيهم البكاء وفيها المعيور وفيها الاخر وفيها كذا، يعني تنزيد ندمر نفسي على 2 مرات. انا ملي تتكون عندي انا نكون معصبه كنجي لشي حاجه تسمعني غتزيدني لقدام راني خلاص اكيد راه بحال كنكون في وسط المشكل وتلقى على خدمت شي حاجه اخرى هي المنفعه فيها شي ربح غيجيني، لقيت وتلقى غرقت في المشكل نوقف. ما كنتناش يحب يدي يجبد لي، انا كنجبد راسي لراسي. يعني شوف سميه، هو شوف ملي تنكون عندنا واحد شويه ديال السلبيه، خاصنا كيفاش بعد اول حاجه نعترفوا بداك الاحساس انه سلبي عندنا. هي في الفكره شي حاجه دازت قدامك ديرونجاتك، اولا خصنا نعترف بها ونحددها. اذا نقول مع راسي كيفاش انا هذا الشيء السلبي نرجعه ايجابي مع راسي. غتجبري ألف خطه ان داك الشيء اللي كنتي تظنيه سلبي في حياتك راه هو الدافع ديال النجاح ديالك وتتنجحي في الحياه ديالك. واحد النهار استاذ علي ما عقلتش شي شهر ديما ولا انا كنتريني ياك، انا كنتريني مع كوتش، انا كوتش هو اللي كيدربني. ما بقيتش عاقله على الحوار كيف بزاف، ما عاقله غير على الجواب اللي جاوبته. قلت له انا خصني ما توصلش عليا 2026 كنحيد شي ناس من حياتي. كاين قال لي شنو داروا لك؟ قلت له والله ما داروا لي حتى حاجه، ما نظلمش بنادم، انا ما نظلموش كتعرفني. ولكن ما خصهمش يبقاو في حياتي صافي انتهت مده الصلاحيه. إليميني. قلت له في خبارهم ماشي في خبارهم، هما عارفين بالله راه انا باغا نخرجهم من حياتي. قال لي ما فهمت، هو قال لي انا ما فهمت. قلت له هذوك الناس كيخدموا لي انا شي حاجه، كيقدموا لي واحد السيرفيس وانا محبه لهم بان خصني يخرجوا من حياتي ويديروا داك السيرفيس من 2026. يعني يدخل عليا راس العام يدخل هما ما كاينينش فيها. وي الا دخلت عليا راس العام هما كاينين فيها راه موفي زافير. وي لان
متفق معك سمية، لان دائما حنا تنقولوا الانسان اللي تيعطيني ديك الطاقه السلبيه من الاحسن نحيدو من حياتي. علاش؟ لانه ما تعطيني حتى شي اضافه. ثاني حاجه وتخليني دائما معصبه. اذا من الاحسن هاد الناس هادو كما قلتي تاريخ الصلاحيه ديالهم انتهت. اذا مبرصيني وما خدامين ليا، ولكن مبرصيني دابا ما خدامين ليا. لا بالأحسن حيديهم. ولكن غنسيلو ما يساليو، يساليو كل جنب دابا ما يتفاوض. وفي الجزائر ما كاينش فيه، انا عرفت نيسان في دولة تنبغي كيلو نقولها ليه نيسان، نقول ليه صافي خصك تزيد مع الطريق، انت جالس عندي. سالينا. شوف ماشي في داري، واخا عاد تليفوني، خصنا مابقاش نلقاك في التليفون. اكيد خصنا غنكونوا، شوف خصنا غنكونوا حنا عارفين شنو باغيين، لان راه بزاف ديال الانسان ملي تتهضر معاه تتقول له شنو باغي، تيقول لك انا ما عارفش، انا ما عارف شنو باغي. والاغلبيه انا نقول لك صراحه تسولوا هذا السؤال هذا واحد 80% حتى 70% ديال الناس ما عارف شنو باغي في الحياه، ما عندوش هدف. انا باغيه بزاف د الحوايج. دابا الا قلت لك سمية شنو الهدف ديالك انت غتبقى تفتي عليا، واحد جوج ثلاثه اربعه. ما قادرش نوقف، شوف انا ما قادرش نوقف ياك، ولكن عندي بحال هادي مع عمرها هذا كنا كنوصل كنضرب، وهذا شوف اجمل حياه هو ان الانسان يدير واحد اللائحه نسميوها بحال هكا، ويدير فيها شنو هي الاحلام ديالو. شنو الاحلام ديالك؟ باغي مثلا ماشي احلام المنام، احنا ملي قاعده اش نهضروا. لا ماشي الاحلام ديالك هي الاحلام يعني ديال غير الواقعيه، تنهضروا احلام واقعيه قبل ما تكون اهداف. مثلا انا تنحلم بتكون عندي واحد الطوموبيل بي ام فو، ما نعرف اي طوموبيل، ما عرفتش كل واحد ديالو، تنجيب التصويره ديالها وتنحطها ونرسمها ونكتب عليها ان شاء الله من هنا 2001 4 سنين، نحدد لها وقت ديالها ونديرها. انا باغي واحد الدار في هذه البلاصه، نجيب هذيك الدار ونرسمها ونحطها ونكتبها. نجيب عاوتاني باغي نمشي نسافر لشي بلاصه، هذا الهدف واش باغي تحققه ونديرو. انت ملي تتوصل لهاد الطوموبيل مثلا دوزت ديك 3 سنين 4 سنين، تمشي تشوف شنو واش غتحققها ولا ما غتحققهاش. يعني هنا تتقول شنو الحوايج اللي كانوا ناقصيني ما درتهاش، اذا غنزيدش واحد العام في هاد الطوموبيل هادي، وغاداك الشيء اللي كان ناقصني غنزيدو باش نوصل للهدف ديالي. بهذه الطريقه تتخلق اهداف، واخا تبان لك مستحيله. راه شوف، راه ما حتى حاجه مستحيل. المستحيل حنا اللي تنحدوا راسنا، حنا اللي تنوقفوا راسنا، حنا ما تنعطيوش فرصه لراسنا نزيدوا للقدام، تنقنعوا بداك الشيء اللي كاين، ديك لا زون كونفورت ديالنا تنوقفوا. غادي نوصلوا، عطي راسك وغادي نكون كأستاذ علي. برافو. دابا تبدل مثلا المراه او الراجل اللي الهدف ديالو في الحياه يكون عنده شريك الحياه فقط، هذاك هو الهدف ديالو. يعني شي مره تقول لك انا خصني راجل، انا الحلم ديالي هو راجل، انا واخا نجحت في الخدمه، نجحت في القرايه، درت داري، درت طوموبيلتي، ولكن انا خاصني راجل. باش من بعد انا خصني راجل مقاطع على راجل. واخا سؤال بسيط جدا، سؤال بسيط هذا اللي تيقولوا ان الحلم ديالي هو راجل، سوليها ملي يكون عندك راجل شنو هو الاحساس ديالك؟ لا تنقولها شنو موجده لذاك الراجل. لا قبل ما توجد، هي واجده غتقول لك انا تنطيب وانا زوينه وانا بخير وانا بخير. هادشي حنا عرفناه. احنا هو عندك راجل، شنو غديري؟ يلا هو عندك، انت رسمي لي انت ديك الراجل اللي يعجبك، قلده زوين فورمال اللي يعجبك انت حطيه، هو جالس قدامك في الدار. قول لي فعلا هذا هو الحلم ديالك؟ فعلا هذا هو السعاده؟ ماشي هو هذاك الحلم ديالها. كاين فرق ان يكون معايا شريك في الحياه ديالي، وانني يكون عندي حلم في الحياه ديالي ندير شي حاجه اخرى. لان انت تظني ان راجلك دابا حيت هو ما كاينش غير متوفر، وتتقولي انه بعيد المدى، ان هذا السيد هذا راه ما غيجيش، لانك انت قنعتي راسك ان الراجل ما غيجيش، ما عمره غيجي. اول حاجه غتقنعي في راسك انه ما غيجيش، ولا انك تتقولي وانا خيجيني غير شي واحد كما بغى يكون. يعني ديك الطاقه اللي تتصيفطي غيجيو عندك هذوك المبهدلين، هذوك اللي مكرفسين. فهمتي؟ تيجيو عندك هذوك. خاصك دائما تعطيه واحد الطاقه ايجابيه، تعطيه الرغبه انك لا تستحقي واحد الانسان اللي في المستوى ديالك ولا يكون احسن منك كاع. ملي تطلبي انت هذاك المستوى، هذا الشيء تخدمي عليه وتتوصلي ليه. اما الا كنت تنزلي المستوى
غتقولي وانا علاش منحوسه تيجوني غاد الكمامر الويل، علاش انا تيجوني غاد انت جبدتيهم لعندك، راه هذا هو الاشكال اللي تيوقع. وحده في الكومونتير قالت لك خاصني راجل يكون عنده الفلوس. واخا قلت لها هي ماشي نسيت النقص هذاك، انا عجبتني عارفه هذاك راجل عنده الفلوس، ولا بليطو غير الفلوس ما عندنا ما نديرو بالراجل واخا ماشي مشكل. قلت لها بنتي واش عندك داك الشيء علاش غيتزوج بك داك الراجل اللي عنده الفلوس؟ دابا حنا جبنا لك راجل عنده الفلوس، واش انت عندك المقومات اللي كيطلبهم راجل عنده الفلوس؟ الفلوس وي لا عندك شي خاي واعره النجله، اش غيجي عندك؟ شي جمال المضايق متفاهمه، ماشي متفاهمه، كنتقدر متفاهمه ومتفاهمه، يعني خصك تفهميه كيما كان، يهضر بالشينويه تفهميه، يهضر بالجابونيه تفهميه، يهضر بالانجليزيه تفهميه، وخصك تكوني مطيعه له وخاضعه له. انا هذه اللي بغيت، لان شوف هاد شوف هذه شوف سميه، هذه المساله ديال المراه اللي تتقول لك انا خصني راجل عنده الفلوس، غالبا غتكون عاشت الحرمان. يعني باش نقول لك صراحه، يعني هي ما تتقولها بدون وعي. انا نعطيك واحد المثال، انا تنقول لك سميه اختاري بين جوج ديال الاقلام عندي هادو، عندي زرق وعندي احمر. انا بالنسبه لي بحال غنكتب انت بالنسبه لك، ولكن الا قلت لك اختاري واحد بالضبط، ممكن نختار الاحمر، كيعجبني الاحمر. تيعجبك الاحمر علاش؟ كيعجبني. لا كاين سبب. لا دابا انا كامراه الا غادي ندير الغزاله غندير الاحمر. يعني ربطتي الاحمر على الاقل بالاحمر الشفاه، يعني ما كاش اختيار عشوائي. انا كامراه الاحمر كيعبر على الانوثه، كيعبر على الحب. برافو عليك. كيعبر على بزاف د الحوايج زوين. حياتي انا الا غنجيب الشمعه غنجيبها في الاحمر، بالاحمر غنجيبها في الاحمر. اذا شنو بغيت نوصل لك بهاد انا كأنثى اللي كيأثيري عويناتي هو الاحمر، وخصوصا هو الاحمر. انا كنسميه كيأثيروني لي كولور رويال، مثلا فيغ رويال، روج رويال، نوار رويال، حاجه اللي واعره. اما بحال داك ديال الشباب ما كيأثيرنيش انا بالنسبه ليا، وكنقول لك شباب لا ما كيعجبنيش. واخا عرفتي علاش درنا هاد التجربه؟ شنو معناتها هو اننا الاختيارات اللي تنديرو حنايا ما جاياش من العبث، ما جاياش هكاك، لا مادام انك اختاريتي الاحمر. شحال قلتي لي؟ انا قلت لك اختاري غير اللون. شحال قلتي لي من سبب؟ عرا من الاسباب. راه حتى ملي تنختاروا الراجل راه ما تيجيش هكاك. ملي تنقولوا انا باغيه بالفلوس راه ماشي قالتو مسكينه زعما هكاك، يعني الفلوس شنو معناتها؟ عاشت الحرمان، باغيه تحقق احلام ديالها، باغيه تركب في طوموبيل، باغيه تمشي للمالديف، هي ما تشوفش راجل، هي تشوف ذاك هو اللي حقق ليها هاد الاحلام اللي هي تحرمت منها. يعني راه لا ما عندهاش مهم، ماشي هذا هو الهدف عندها في الراجل، هي راجل وصافي، هو ما عندهاش اشكال، هي تتشوف شنو غيقدم ليها هذا الانسان هذا اللي محرومه منه. علاه تنقول لك انا الاختيارات ديال الانسان سواء امراه ولا راجل راه ما تنختاروش راسنا، بدا داك الشيء اللي دخلناه في اللاوعي ديالنا هو اللي تيهضر بلاصتنا، راه ماشي عبثا. يعني اي اختيار تديره ملي تدخلوا للمحل، اختاريتي داك السروال، اختاريتي داك اللون، اختاريتي داك الشيء، راه ماشي انت اللي اختاريتي، راه داك الشيء اللي دخلتيه لراسك هو اللي اختار بلاصتك. فهمتيني؟ يعني بهذه الطريقه هذه، هذا هو اللي كاين. والورده في الاحمر، واحد اللي قالت الورده في الاحمر اي تا هو جميل. انا قلت لك حتى الورده في الاحمر ورده في حد ذاتها شنو تعني ليها؟ راه ماشي غير الاحمر هو المهم، امل، حنان، هديه، يعني كاين اهتمام. سميه راه يكون ملي كانت صغيره عطالها شي ولد شي ورده ودارته في الدفتر وسدت عليه وبقى داك الحمور يبقى حياتها كامل وهي مسكينه فما تشوف الورده. راه تبقاي تفكري دائما الورده الحمراء لانك تبعطي في العقل ديالك في الوعي ديالك انك تفكرك بديك الذكرى. بحال شي ريحه مثلا، شي ريحه تقولي انا دايزه
وشميتي واحد الريحه تدخل فيها عبد الله فين شميت هاد الريحه هذه، تكون ديال شي ماكله. ملي تتبقاي تقلبي ربما في الصغور ديالك كانت ماماك تدير لك شي حاجه وعزيزه عليك وعاد شميتيها في شي بلاصه. علاش؟ لان بقات مخزنه في الذاكره ديالك. حنا راه مجموعه ديال واحد المكازان عندنا هو اللي تنخرجوا داك الشيء تنعطيه. اذا بعض المرات راه ما تتكونش اشياء زوينه، راه بعض المرات تتكون اشياء خايبه، وتنحسوا براسنا مقلقين معصبين وخايفين بشي حاجه، وتنقول انا عارفش خاطري يهرب عليه هذه. ماشي خاطرك اللي هرب، هو في الحقيقه راه الداخل ديالك عشتي واحد التجربه باللاوعي ديالك، عشتي ديك التجربه ودابا تتخرج انت ما عارفاش تحديها. هذا هو اللي كاين. وطبيعه الحال تيبقى الدور ديال لي كوتش هما اللي يخدم على هذه المساله، فين يجبد لك داك الكاسيت وتيمسحها لك وتدوزيها صافي وتمشي الحياه ديالك لقدام. هذا هو الدور. الطاقه السلبيه كتجي من عندنا نعاود باش نوال. هذا حتى في الحصص راه ما اكثر من جزء. وانت راك واحد الراجل جونسي، انا راه كتفهمني انت كيفاش تحالي ما عرفتش شي انا راه نضرب بنادم. لا شوف، باش دير كوتش اول حاجه خاص تكون عندك الصبر ويكون عندك الاستماع. راه الكوتش شحال تيهضر 30% و 70% هو استماع. الا ما عندكش هذه القابليه راه بلا ما دير كوتش كاع ما الا مشيتي عند كوتش هو اللي تيهضر بوحدو ابعدي منه، قولوا بدل الحرفه. لا بحال دابا قبيله ديك السيده درت كورس واحد السيده درت معاها واحد الحصه كان شي ساعه وربع تقريبا. بدا كتهضر تخيلي كان هذا الطريق ديالي لا واحد الشيء كاوش بغى يدير نديرو ابيل فيديو باش ترتاحي. قالت لي لا 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 ما بغيتش ولادي يسمعوني، بغيت نهضر زعما يسمعوك معاهم كنهضر. مشكل هي كذا تبغى تعاودي واحد القصه طويله اطلاقيه بعد نقول الموضوع هي عاد باش تبدا كترتاح باش هضرات شويه رجعت ولائيه ومن بعد وهذه انت وهذه كيفاش عاد كذا ولات شويه صرخات يعني تخرج داك لا شارج الاولانيه خاصة يعني خاصة سي في الاول خاصك تكوني عارفه ان الناس مساكين تيكونوا طالعين في اللايف وانها خاصها تتكون على الاقل مخلوعه، تشوف التنفس ديالها ماشي طبيعي. كندير بريفي ماشي لايف. في البريفي اوكي ماشي في اللايف. والله كنجرب ندير اطار راسي ونسلم البريفي. انا نفس الشيء. بس ما يبغوش يخرجوهم. لا شوف، في اللايف انا تندير بعض الحصص في اللايف، ولكن ديما تنقول للانسان انك ملي غنعطيك واحد السؤال وحسيتي به يعني تحبس، وانا تنحبس لان علاش بعض الاسئله تتكون هي المفصليه. هذا هو المشكل. اذا ذاك الانسان هو يفكر مع راسه يقول اذا خصني نكمل مع السيد خصني نمشي للبريفي. دابا مثلا انا كاميرا مع العيالات خلاوها معاهم في البيت كيبغيو يعاودوا شي حوايج ما يقدروش يعاودوهم لي هنا في اللايف. وين فهمت. نهضر انا وياهم في بريفي ما يمكنش نطلعيهم. وانا هنا في اللايف ما كنديرش كورتين، انا هنا في اللايف كندير الزواج، بغا يتزوج يطلع ناقش شي موضوع عائلي هكا ديالنا هذاك الشيء ديال المشاكل وبغيت تحل وكذا كنوصلوا معاه المحامي خاص تدبري ليه على محامي هادشي مع موضوع اخر. نو شوف، كما قلتي ان التيك توك هو واحد الوسيله ديال الاشهار ديال ان الخدمه ديالك. هذا هو الهدف منه، ولكن ما لا باس بذلك تنعطيو بعض الحصص مجانيه في اللايف. الا جبرت الموضوع ممكن يتعالج بسهوله، ما فيهش بزاف ديال المشاكل. السيده بغات تاخذ قرار ولا بغات تاخذ شي حاجه تيكون سهل، ماشي مشكل تتعاونها. اما المشاكل الجاده الحقيقيه فهي خاصها البريفي، ما غيمكنش. بغيت نعاود لك على شي حاجه شتي عالي دير انايا انا. دابا انا عندي واحد المبدا ما عمري بغيت نتغادر من سنين، وكنت كنصح به المتابعين ديالي. ما عمرك ما سمعتكش مزيانه سميه، شنو ما بغيتيش؟ عندي واحد المبدا غادي به حيت نبدا من المبادئ ديالي هو نهضر معاك، وكنصح به حتى المشاهدين ديالي لا في البريفي لا في اللايف. كنقول لهم ما عمر ما تعطيش فرصه ثانيه واحد بالعكس ما كايناش فرصه ثانيه. تسمح لي ما تسمحليش، ولكن فرصه ثانيه نعاود ندخلك في حياتي ما يمكنش.
يعني ما عمرك تعطي فرصه ثانيه لاي واحد؟ ماشي، ما كانش غير على الزواج، اي واحد. دابا مثلا نعطيك مثال عادي. دابا مثلا انا كنت واحد بنتي مثلا فاطمه، دابا انا وفاطمه دابا كنتعامل مع فاطمه مزيان، اللي كنتعامل معايا مزيان، كنا غاديين مثلا. واحد النهار صافي على خايبه ولا خطرت كده الامراض معاك. هما ندابز معاه ما تنقص معاه خاص الله يفرحي سالينا. هي مثلا نسات معاه كذا تقدر تقول لها كان حاجه ولكن سالينا. واخا علاش سميه؟ انا نقول لك علاش، عندي بزاف ديال الافكار فيا خايبين في راسي. مثلا دابا هاد فاطمه اليوم ندوي درتني شويه، درتها ولكن تاذيني بزاف اللي عاودت عطيها فرصه. نقول الادب ديالي غيجي كبر. كنقول علاش انايا تعاملني بديك الطريقه وانا كنتعامل معاها مزيان، علاش درت معايا حاجه وانا درت معاها مزيان، وانا كنصبر معاها وانا كندير معاها وعلى فين كتخايب. شوف انا كاين شي خايبه وبابا هي ماشي مشكل، ولكن انا ما كندير لها حتى حاجه، انا خير نمشي معاها وإلا معايا بحال هكا. فهمتي؟ اي اذا طبقتي على الناس كاملين؟ انا مطبقه على الجميع، انا ما عنديش شي فاطمه في حياتي بعدا. لا لا غير فهمتك، ولكن انت كفرصه ثانيه طبقتي على الناس كاملين، قلتي ما نعطيش فرصه ثانيه. انا ما عنديش فرصه ثانيه، يعني انا كيما كان داك الانسان قرب ليا صله الدم اللي بيناتنا، كيما كان ديك فرصه ثانيه باش نعطيها لشي واحد ويعاود يغلط. ما كاين، انا عندي فرصه واحده مع بنادم، فرصه واحده ما مع ما اي تظنيش ما تظنيش ان كاينين الناس اللي عطيناهم فرصه ثانيه ونجحوا مشاو؟ لا ما كنظنش، ما كنظنش، علاش ما تظنيش؟ ما كنظنش وصافي. ماشي شي، ما عنديش شي حاجه اللي هي، ولكن انا من داك النوع ديال الا شتي غير قدو كصافي سالينا، ما عنديش فين نعاودها ديك الفكره، داك فهمتي نكرر الفكره. علاش سميه علاش؟ هكا انا كنعترف براسي بانه ممكن يكون غلط. لا لا ماشي مساله غلط ولا صح، علاش؟ هكذاك فانا كنخاف من بنادم، لان دابا يعني دابا انا اليوم خلاتها سميه ما تفوتيش، سميه ما تجريش، سميه قلتي حتى نخاف ببنادم. انا كنخاف. يعني المصدر ما تعطيش فرصه اخرى هو الخوف. يعني انت سبق لك في الماضي ديالك تقرصتي بشي واحد ولا شي وحده عطيتيها فرصه ضراتك. صافي. اذا بهذيك التجربه خلاتك شنو ديري؟ انك تسدي على الناس كاملين. انا عطيتها غير واحد المثال وحده كنت كنعرفها كتعامل معايا وكنتعامل معاها بنات سنين، وخفات معايا في ظروف خايبين، وخفات معايا في ظروف خايبين. يعني دوزنا كما كنقولوا دوزنا ظروف خايبه وكنا هكا. واحد النهار حتى انا خدمت هذا البرنامج ديال كنت خدام مع واحد الشركه ديك تاع الثمن ديالي. واحد النهار انا وقفت من الخدمه، انا اللي بغيت نوقف، انا بغيت نوقف كنت باغا نخدم صافي. كنت نرتاح، قلت عيطات ليا بنتي ما فاتش، بغيت نبدا نخدم. نون على الاستقرار ونبغي نخدم مع هذوك الناس كانوا مهويين فيا، كنت باغا نخدم لكن ما دايرين، كنت بغيت نخدم. انا حره، انا بغيت نخدم. داك النهار مابقاش كيجاوبني في التليفون، داز شهرين درت ديالي، انا درت ديالي طلع ليا الكونت، درت سيده كتصوني وكنت كيفين في التليفون كنتها من مالي شكون معايا؟ ما عقلتيش عليها. شكون معايا؟ ما كاينش ديك نشوف ورايا، ما كنشوف ورايا وما كنشوفش قدامي، كنشوف غير قدامي. صافي خليت هنا راه ما غنلقاش فيا حتى ملي راه كنمشي مع العيال لا مع العائله. دابا المشكل عائلي، عرفتي انت تحس بالخطر. شوف هاد القضيه وصلت لي العائله، ما بقاش عندي غير الناس اللي كنعرف على برا، وصلت للعائله وصلت الدم. يعني انت واخا كامله وتعاملت معاك مزيان ودرتي واحد كيبقى كيفهموها او تضربني خطا 40 ولا 40 غنمشي عندهم ندير الصابون عندي ديال الصابون بيك، ولكن حدك معايا الطبله والنباته بركه. بيناتنا الماكله التبطيل والفراش، هادو هما اللي بيناتنا سالينا.
شوف سمية، شوف هو مزيان انك تاخذي واحد القرارات بهذه الطريقه، تقولي انا فرصه ثانيه ما نعطيهاش الناس. انا قلت لك دائما السبب تيكون اننا فعلا المصدر هو الخوف. كاينين الناس اللي فعلا يستحقوا فرصه ثانيه، يعني تنشوفوهم انهم يعني احنا تيبقى لنا العقل كيفاش نعطيو هذه الفرصه. هذه ما تيعنيش اننا تنتنازلوا على شي حاجه، وحتى الا عطيته فرصه ثانيه ما تيعنيش انه غيأذيني. بالعكس تنعطي واحد الفرصه ثانيه اللي هو انه يصحح في الاخطاء ديالو. انا ربما واخد قرار فاهمه، ولكن غا تنشوف ذاك الانسان واش فعلا غيستحق يستغل ولا ما غيستغلهاش. ما تنحكموش على هاد. علاش نقول لك انا ملي تيكون المصدر ديالنا هو الخوف، بعض المرات ما تناخذوش قرارات سليمه، تناخذوش ديك القرارات صحيحه. الصديقه كيفاش خديره ياك الصديقه ديالي ديما معايا اتونسيون وصافي بينا ضربت دايره معايا اتونسيون مسكينه. انا وصافي دايره معايا الفرانات وهي دايره معايا الفرانات مسكينه. تقول لي كنخاف ريش شحال من واحد ومن وحده حيدتيهم من حياتك، انا خايفه ديريها ليا شي نهار نغلط معاك شي غلط انتم ديريها ليا. المهم واحد النهار ما يمكنش شي حدا في العائله وبغات تدخل بخيط ديالها ونقول لها كنبقى كنشوف معاهم قلت لها راه انت مساليه وعندك الوقت بقيتي تابعه بنادم. انا ما مسالياش، انا ما عنديش الوقت باش نعطيهم فرصه ثانيه ونتسنى يصلح راسو. انا اختي راه صالحه راسي، انا كنتحس غير على راسي، كنتحس على عباد الله عرفتي صافي ديما فيا وكنت الضد ديالي الله يلعن فيك الصح. دابا المشكله هي النظريه ديالي وهاد الافكار ديالي هي مقتنعه بهم، ولكن وجهتي انا وجهي ما كيغلبنيش. لا طبيعة هي كل وحده وشخصيتها. ثانيا عاوتاني انت في الميدان عاوتاني اكتسبتي الخبره. يعني هذه الشخصيه ماشي جات سميه كانت هكا. يعني سميه راه ربما في الاول كانت شخصيه، ولكن التجارب علماتك كيفاش تصرفي مع الناس، تعلمي. ايوه كنراعي دابا لا شفتي ما يسلككش. انا كنقول لا فاز لا نيشان لا ما بغيتش. برافو عليك. يعني على الاقل عرفتي انك كيفاش حطيتي الحدود ديالك بهذه الطريقه، الناس ولات فاهمه شنو خاصها دير معك، يعني ماشي غيجي يزعم عليك. ما تيزعم عليا حد لا ما بغيتش. هذه غدا بغيتها هذه غنديرها. برافو عليك والله برافو عليك. مع الطريقه هذه اللي تكون حتى الانسان عنده شخصيه، حتى الانسان عارف الحدود ديالو، عارف شنو خصو يدير شنو ما غيديرش. هذاك اللي تيقول دائما هو في الحقيقه بعض المرات راه باغي يقول لا ولكن تيقول وملي تيمشي يجلس بوحدو تيبغي تندم على داك الشيء اللي خدا. علاش قلت لا انا لا علاش؟ انا واحد الفكره عاوتاني على الناس ماشي عليا انا. دابا كنت انا شحال هذا الا لقيت مثلا فاطمه وحمد كانوا مشاو واحد من الفيلم واحد وكيتوقع بيناتهم شي نقاش لا بلا نقاش حمد سمح فاطمه مثلا حمد سمح فاطمه او لا فاطمه دارت شي غلط مع حمد وكتسولوني لا كنا كان داك المشكل دارت واحد المده داك اللي حدث العلاقه هو اللي عليا ليا عرفتي السميه انا مزوجت قبيليه فلان ولا قبيليه فلان كنت كنمشي نديرها بلا ما كنطلب لا مقابل بلا ما نعقد داك بنادم بلا ما ندور فيه كنمشي نطلب عليه. دابا لا دابا الا بغيت ندافع كنطلب مقابل ولا ما بغيت كنقول ليه واش انت اللي شفتي فيها ما شفتيش فيها وسيرك هو داكشي اللي كنتي ديرو الرجال فهمتي وهضر على راسي انا ماشي وما تبغيش راسي هكا وإلا بغيت ندافع كنطلب الفلوس. اكيد من حقك لانك عمل خدمه. النيام ديالي واحد المره مستوى اجتماعي ومادي وكذا وانسان محترم والله كنا كنحب محترم يا ما نمشي نطلبوها في الصيدليه. هاد السيد هذا عرفتو على واحد شنو هي فمها قالت انا راه اقل منه في مستوى بزاف دراسي مادي اجتماعي. قالت واش السيد ما غيقبل عليا لا ومشى عندها وتعامل معاها باحترام وقال لها وريني دارك انا عرفت كما كنا باقا بغيت نمشي وسط كندير معاها غير تلاقوا الجمعه اللي وراها خوه مرض وما كاينش غيقابل داك خوه من غير هو كنهضر على بنت ديالو نمشي مع اللي عندها يعني ماشي شي واحد اللي بغى التصرفات ديال الدراري كذا راه عندها 42 سنه حنا كنشوفو مريض كنقابل خير كتقول لي كيجاوب كيفاش ما كيجاوبش تقول لي تهضر معاه بشي طريقه جديده
هكا طريقه خايبه. ما جاوبهاش، هي فين دار لي 600 ديك السيده، راه هذا السيده راه ما تنظر. دازت واحد المده عيطات ليا هي، انا ما عيطت لها، انا بداو قالت لي انت راكي ما كتعرفيش تهضري، انا ما نكذبش. لو درتي درتي قالت لي قضيه غير خصني الدرهم ونقبل. قالت لي مرحبا، قلت له هو راه السيده قالت لي قلت لها 500 ديال عطيك 1500 عطاني غير 300 تخليقتها. قال لي نعطيك 1500 عطاني غير 300. قال لي هذيك ما يمكنش واحد. مسكين. انا كنشجع الناس اللي كيعرفوني نقول لهم غنفوقها تما، انا كنصحاب في الفيديو في اللايف. ومني شي واحد يدير شي غلط مع الاخر، شي واخا غير نسحب العلاقه بلا كلام، غير نسحب من العلاقه بلا هضره، وديروا نسحب الدنيا باش غريب نسحب، ما كاين حتى واش نسحب وتطلب وضع. والمهم تعرف سمية، المهم نقول لك هذه الكلمه باش تخلي القط ديالي باغي يمشي ياكل. بغا ياكل. لا شوف، بالنسبه للخدمه ديالي انايا ربما تختلف. انا ما عمري ما غناخذ قرار في بلاصه اي انسان. ما عمري ان شوف، ولو حتى انني نحاول نديه لذاك الاتجاه. ما تيدخلش في الاختصاص ديالي. انا نحاول نهضر معاك، نفتح لك الدماغ ديالك، نعطيك جميع الاحتمالات، ها الفشل ها النجاح هكذا هكذا. في اخر المطاف هما تياخذوا القرار، تيقول لك واو انا ما فكرتش في هذه، هو تيصحاب لهم انا اللي عطيت، ولكن انا ما درت والو. انا الخدمه ديالي هو انا غادي نوسع لك الرؤيه من 90 الى 360 جميع الزوايا. هذا هو الخدمه اللي تنخدم. لان انا كاين الناس اللي تيقول لك مثلا نعطيك حلول، هذاك ماشي كوتش، ماشي كوتش، خدمه اخرى. انا هذه نصيحه كنقولها في الله يسافي، الا عيات بغيتي حتى النصيحه ما نعطيهالكش. انا بالنسبه لي كسميه ما كنعطيش فرصه ثانيه. بالنسبه لي كسميه صافي، خديتيه كمبدا. خديتيه كمبدا، ما كاين حتى شي مشكل. يعني هذه المساله انا بالنسبه العلاقه ديالي انا كشخص كانسان، انا غير موجود. انا ملي تنكون تندير الكوتش انا غير مرايه، انا مرايه ديالك. لا ولكن علاش انا ذكرت لك هذا الموضوع علاش؟ انا ولا يعني هذا القال انا واخده مع راسي وكنطبقوا، انا ما عابتاش عليه، راه ناقص معاك حيت باغيين نبدلوا. هذيك راه استحاله غيتبدل، كيف ولا داخل لا هو ولا خلع عليه حيت الدخيليه وسط العائله هذه. لا، الا كان مريحك. شوف سميه، الا كنتي انت مرتاحه في الداخل ديالك بهذا القرار، شنو تيهم العائله؟ لا لا، معناتها تهميه العائله. انا وصل عندي في الداخل ديالي سويت كنطبقوا مع العائله، راه انا كنرغي على راسي، انا فاهمه ديال الخلفيه، راه نقول واحد القضيه. لا فهمتك سميه. خليها ليا وما كتدخليش في قراراتي. شوف سميه، الا كنتي مرتاحه في هذا الشيء هذا اللي تديري والقرارات ديالك وهاد الحدود مع نفسك مرتاحه، كملي. اذا ما تبدليهاش، راه عندي وليدات وخص شي نهار نطبقها على ولادي، راه علاش كنخلوها من راسي. عرفتي الانسان اللي كيخاف من راسو، هذاك كيخاف من راسو يدير شي حاجه لعائلته، وليت انا خايفه هذه الحكم ديالها شنو على ولادي. يعني اذا خاصك شي حصه ديال الكوتشينغ يمكن سميه. خاصك حصه ديال الكوتشينغ. مرحبا بك سميه. لا كنتش عارف الله يكبر اكون او لا اكون، كنت عايز خاصو شي حاجه. الاستاذ كيدير جوج الله يسعدك النهار. كلمي على الاخ عبد الكريم نطلع معاك، راني كنتبعو مرحبا. مرحبا سميه، شكرا، الشرف ليا. نتفاهموا مره اخرى ان شاء الله. شكرا.